هذا اول فيديو بالقناه، هذا اول فيديو بالقناه من 8 سنين اني ما ناشر بهاي القناه اي فيديو، صار لي 8 سنوات ما ناشر اي فيديو بالقناه. هذا اول فيديو اني كلش فرحان رجعت للقناه، لان هاي الفكره كانت براسي تقريبا هوايه صراحه، هوايه. انا احب اصور واحب انشر، احب اكون على السوشيال ميديا، بس اني انسان خجول. مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم فيديو جديد طبعا بعد غياب 8 سنوات من القناه او عن النشر. رجعت لكم فيديو جديد، وهالمره راح يكون محتوى كلش مختلف. المحتوى اللي قبل كان عباره عن شغلات متنوعه كنا ننزلها على القناه، كنا نتونس لان كنا احب انشر، وبس كنت استحي. اني شخص كلش خجول، كنت استحي انشر فيديوهات لوحدي او اني دا احكي خوفا من الكاميرا، لان اني كلش ارتبك من اصور. حاليا اني كلش مرتبك وعرقان من شايف انت ترتبك كلش تقوم تعرق، اني هذا نوعي، من ارتبك اقوم اعرق لو من اخجل. هاي شغلتين، واني اخجل كلش من الكاميرا. هسه راح تقول لي مايكل اكو واحد يخجل او يخجل يصور فيديو على القناه؟ طبعا اني اذا ما تعرفني اني شخصيا احب احارب الخوف مالي. اني اسوي ملاكمه هسه، اريد اصير ملاكم محترف، وكل شخص اللي انزل وياه بالحلبه اريد اقاتله يكون دا يخوف شكله. يعني واحد يكون هالكبره، شايف الاستراليين شلونهم، يكون هالكبره، يكون الايد ماله طويله، يعني يلوحك من غرفه النوم. اذا انت بالهول هو بغرفه النوم يلوحك يضربك بوكس. هذول يخوفون. واني كان اكو مره صار وياي موقف من هذا اليوم، اني حبيت اجرب او احاول اتغلب على مخاوفي. احب اجرب اشوف هذا الخوف من شنو نابع. يعني هو لا خوف، يعني هذا شخص ما ضاربني من قبل، الملاكم ما ضاربني من قبل، لا شافه من قبل، انا من شنو خايف؟ انا اجرب، انا اشوف شنو الشغله اللي بيه تخوف. ماكو شيء، هو انسان مثلي بالاخير، هو دا يتنفس وانا دا اتنفس نفس الهواء. من هذا اليوم اللي انا نزلت بيه للحلبه، اكو ناس كانت تخوف، كنا اخاف منها، كنا ارتبك، كنا اعرق، كنا ارجف. يعني مو رجفه مال خوف، رجفه مال ادرينالين. انا ما اعرف الفاظها ادرينال. اكو هذا الرجفه مال ادرينالين، تعرفوها؟ ما ادري شلون اقولها، ادرينالين. هذا شايف تكون يعني انت تريد يعني تملخ، بس يعني انت شويه مرتبك. انا هيجي كان اكو فد يوم اكو واحد كلش كبير، يعني يمكن طوله 196، اطول مني بشويه، ولا يمكن 98 كان طوله، يعني كان اطول مني وضخم، ووزنه يمكن 20 كيلو جرام اكثر من وزني. تعرف بالملاكمه لازم هي مو على الطول، هي على الوزن، لازم يكون الوزن متكامل، يعني متشابه قصدي. المهم هذا يباوع لي مسوي نفسه خشن وما ادري شنو. اني قلت خلاص يعني هو مبين عليه محترف وما ادري شنو، راح ياكلني ويشربني بهاي الحلبه. بس يلا، من مدرب قال لي انت خصمك راح يكون اثقل منك ب 20 كيلو. هو ما كان اكزاكتلي، هو ما كان بالضبط 20 كيلو، هو كان 20 كيلو كسر، بس الكسر يعني ما حسبها. قال لي بس 20 كيلو. اني قلت هاي شنو 20 كيلو اكثر مني؟ اني وزني تقريبا 98، يعني هذا راح يكون ايش قد 128 كيلو جرام، يعني راح يكون كبير كلش. وتري بالوزن بالبوكسينج او بالملاكمه، من يكون الخصم سمين او كبير يكون يعني وزنه ثقيل، يكون وزن الضربات مالته اقوى. انا ايش قلت لو اني قلت لا للمدرب مالي راح يقول لي هذا جبان وما ادري شنو، قلت لي راح اجي، لان اني خفت، بس قلت لا راح اقاوم الخوف وراح اشوف، راح اتغلب على الخوف مالي. المهم رحت عليه، ايش هذا يباوع لي بنظرات خشنه. انا قلت خلاص اليوم يومي، انا جاي خايف، انا ماكو شيء اخسره. يعني هي 3 جولات، كل جوله 3 دقائق، هي 9 دقائق وراح نطلع من الحلبه، يعني ما حد راح يموت. يعني انا هيك كان ببالي. المهم نزلنا، اني اضربه وانزل واضربه من جوا وانزل واسوي احرك راسي، هذا ما قدر يتماشى وياي، ما قدر يتماشى. اني ارتاحيت نفسيا، وهاي التجربه علمتني شيء كلش حلو. ومن هذا اليوم اني غيرت شيء بحياتي وبشخصيتي. غيرت شيء اسمه لا تسمع لمخيلتك. هذا الشيء انا حاليا دا اسويه، لا تسمع لمخيلتك، شيء ما صاير سويه. لا تسمع الافكار السلبيه راح تجيك، لا تسمع الشغلات اللي انت ما مجربها، تجيك افكار اوريدي سلبيه. مثلا انت تريد تفتح مشروع، انت اوريدي فكرت بالخسائر، وانت اوريدي فكرت بالطريقه اللي راح تخسر بيها، وهي ما مضمونه اصلا. يمكن انت 50% تنجح او 50% تفشل، او يمكن انت مشروعك 100% راح ينجح،
بس انت فكرتك هاي راح تخليه يخرب، لان انت ما راح تسوي او ما راح تشتغل عليه او ما راح تكون تنطي كل طاقتك بيه، لان انت خايف توصل لهي المرحله تنطي كل طاقتك ويفشل. انا متاكد 100% اذا انت تنطي كل طاقتك ما راح تفشل بشيء. حتى بالجيم اذا انت تستمر 3 شهور كل طاقتك ما راح تضعف او ما راح تسمن، انت راح تحقق الهدف اللي انت تريده. انت 3 شهور راح تبني عضل راح تبني عضل، انت 3 شهور رايح تخسر وزن راح تخسر وزن اذا انت تريده بكل عقلك. مستحيل انت رايح تخسر دهون وما تخسر دهون اذا انت تسوي انت كل شيء 100% مضبوط. مستحيل. لا تقول لي ولا اقول لك. اني هاي تجربتي الشخصيه، واني تقريبا صار لي بالرياضه من عمري كان 7 سنوات، هسه حاليا يعني 23 سنه. تشين لاعب كره قدم ما كملت صراحه. لا تقول لي شو انت كنت تلعب 100% وتتدرب وليش ما صرت، لان لازم اشتغل اصرف. اكو هواي مصاريف هنا مو مثل العراق تعيش يوميتك 2000 دولار 2000 دينار 3000 دينار تمشيك. هنا لا، هنا عندك سياره، عندك مصاريف بنزين، انشورنس اللي هي التامين، عندك الكهرباء تساعد اهلك، عندك تساعد اهلك بالايجار، عندك كل شيء. هنا ماكو بيت ملك، هنا بيت ملك كلش غالي، يعني فوق ال 100 شده البيت الملك بسدني. المهم انا عرفت الطوبه قبل لا هي تعوفني، انا عرفتها وكنت دا العب كل زين وفزت ميداليه، اخذنا المركز الثاني بالدوري وكنت احسن حارس لان انا كنت اسوي حارس مرمى. رحت شو اسمه ملاكمه، احب اصير ملاكم هسه. والملاكمه علمني هواي شغلات صراحه، علمني هواي شغلات بالحياه وانا احبها. وراح اصور لكم فيديوهات ملاكمه، راح اصور لكم النزالات اللي انا راح اخوض بيها. بس مو هاي فكره القناه راح يكون اكو فلوجينج. احب اصور فلوجات اشوفكم وين اني ايش دا اسوي وشنو احب اصير. مثل ما قلت لكم انا عمري 23 سنه، هذا اول فيديو بالقناه، من 8 سنين اني ما ناشر بهاي القناه اي فيديو. صار لي 8 سنوات ما ناشر اي فيديو بالقناه. هذا اول فيديو اني كلش فرحان رجعت للقناه، لان هاي الفكره كانت براسي تقريبا هوايه صراحه، هوايه. انا احب اصور واحب انشر، احب اكون على السوشيال ميديا، بس اني انسان خجول واني انسان ما احب انه قبل كنت خجول، يعني ما احب امشي ضد شعوري. اذا شعوري يقول لي لا يعني ما اعرف شنو راح يصير من وراء، يمكن يكون خير يمكن ما يكون خير، لا يعني ذاتس ات. وهواي شغلات زينه راحت من حياتي لان انا ما جربت وكانت سهله كلش بمتناوله الايد، بس اني انسان كنت سلبي. بس حاليا من اكو شغله تخوفني اسويها، كان عندي خوف من التصوير اصور. هذا الشيء شنو راح يصير؟ يعني اذا ثاني استمرت خلينا نقول 5 سنوات دا اصور، يعني معقوله ما راح يكون عندي 1000 متابع؟ معقوله؟ يعني ما اعرف الا اذا اكو فد شيء كلش غلط. ماكو مستحيل، يعني اذا انت تشتغل على نفسك تنجح 100%، تنجح ماكو اي شيء. لا تقول لي لا فكره مشروع تجمع سياره تجمع للزواج، يعني مستحيل. اذا انت تشتغل سنتين تجمع فلوسك كلها تسوي لك خطه ذكيه بنهايه بهاي السنتين 3 4 5 انت اوريدي عندك فلوس اللي انت كنت تحلم بيها. يعني هو كله على الاستمراريه وعلى الرغبه مالتك. انا احب يكون عندي استمراريه، لان انا مو هذا الشخص اللي يعني قبل ما كنت هذا الشخص اللي عنده استمراريه بالشغله اللي هو يخاف منها او يرتبك، لان ما كنت اسويها. هسه حاليا هذا اول فيديو دا اصوره بالقناه واني كلش فرحان، يعني ما تحس بفرحتي لان هذا الشيء احب اسويه. بس الخوف كان يمنعني. خوف من شنو ما ادري، لان اني لا ناشر قبل وجهي، لا ناشر قبل شخصيتي، لا ناشر قبل شنو افكاري شنو افكر، لا ناشر قبل صوتي. يعني اني بس شنو اخاف ما ادري من شنو. هسه راح اعرف من شنو كنت اخاف وراح احاول اصحح من نفسي. يعني اذا ثاني دا اسوي شيء غلط مثلا التصوير مو حلو، هسه راح اروح بالبيت اعدل التصوير واتعلم للمره الجايه. الانسان يتعلم، الانسان لازم يكون هيك عقله، لازم يتعلم ويطور من نفسه. مستحيل اكو واحد يبقى على نفس العقليه 10 سنوات، مستحيل. لازم تغير شيء من عقلك كل يوم لازم تغير شيء منك كل يوم على مود نهايه السنه تكون انت انسان متغير. حتى لو مثلا مو فرق كلش كبير بس اكو تغيير حقيقي صار بحياتك. واني هذا الشيء قاعد اسويه. اني راح اشوفكم اللايف ستايل مالتي، راح اشوفكم الحياه الروتين مال الحياه مالتي شلون يكون، لان الروتين مالي كلش حلو. مهسه مسوي جديد لان صار لي 5 سنوات بهاي الدوله. 5 سنوات بدوله جديده انت راح تكون اوريدي صاير اكتئاب بيك، لان انت لازم تغير حياتك، تغير حلمك، ولازم تغير اهدافك على مود شيء يتناسب ويا هاي الدوله وهذا السيستم او هذا المشروع الجديد اللي انت يصير بحياتك. يعني هسه اذا انت عمرك 8 سنوات
بالعراق عندك مستقبل كلش كبير تصير لاعب طوبه مثلا، مثلا، والامثله تضرب ولا تقاس. بس انت طلعت للخارج عمرك 20 سنه، هنا واحد عمره 20 سنه ما ياخذوا للفريق الا تكون عندك خبره، تعرف طوبه 100%. ولازم تعرف انجليزي، حتى لو انت ما تعرف انجليزي راح يفضلون واحد شخص عنده 70% من امكانياتك راح ياخذوه عليك، لان انت ما تعرف انجليزي. انت ما راح تفتهم على المدرب، انت ما راح تفتهم الخطه، انت ما راح تفتهم على زملائك، انت يعني كل شيء مختلف. ما عندك مترجم بالنادي يترجم لك، كل شيء راح يكون مختلف وقاسي وياك. انت بهاي الحاله لو تستمر تتعب على نفسك تتعلم الانجليزي، لو تستسلم، لان هذا الشيء ما راح يساعدك، ما راح يكون باتجاهك. لان اذا انت بقيت بنفس الحفره راح تبقى بنفس الحفره طول عمرك، ما راح تنجح الا اذا تحاول شويه شويه تطور من ناس، تطور من نفسك، تطور من عقلك، تطور من افكارك. انا ليش ما صرت هيجي؟ انا شنو لازم اسوي عشان اصير هيجي؟ وهاي عقليتي حاليا. شباب اذا حبيتوا الفيديو، الجوده، الصوت، قولوا لي شنو اطور شنو لا، لان انا راح اعتمد عليكم. انا ما عندي خبره في المجال، انا لا اتابع يوتيوبرز، لا اتابع ناس تسوي فلوجات. انصحوني اتابع ناس انه راح تساعدني اطور من نفسي ومن ذاتي كصانع محتوى. واذا عندك اي شيء تريد تسالني اياه اسالني اياه، اني اخوك الصغير، واني راح اكون كلش فرح اذا استمريت هنا. احب اصور لكم كل شيء، احب اكون انسان ناجح بالاخير. كل واحد يحب يكون ناجح، كل واحد يكون عنده طريقته الخاصه، بس معظمنا ما يحاول، وهذا الشيء غلط احسه. لان لازم انت تحاول، والفرص موجوده، مع طول الفرص موجوده. اذا انت نمت وثاني يوم صبح قمت فتحت عيونك، يعني انت بعد شغلك ما خلصان، انت بعد احلامك موجوده، فرصك موجوده، ومكانك موجود بعده، ومكانك مضمون. ما طول انت تقوم كل صبح واكو امل بحياتك، اكو امل براسك انه انت تتطور من نفسك، وخذها مني، روح اشتغل على الفكره مالتك. ما ادري من اللي يخابرني، سديت لعيونكم. شباب اخذوها مني، اذا انت تقوم كل صبح وفكره براسك وانت عندك هدف للنجاح، اشتغل عليها بضمانتي. ماكو احد بهالدنيا ما حط وقته وشغله بالشغله اللي هو يحبها، وقته وشغله وشغفه. شنو شغلك؟ يعني قصدي من تشتغل، يعني حب الشغله انت تسويها على تنجح. يعني مستحيل انت ما تحب شغله وتسويها وتنجح بيها، لان انت ما عندك طموح. ثاني يوم صبح تقوم انت ما تحبها. الله خلقنا واكو هدف بحياتنا، اكو فشي بصدرنا لازم نشتغل عليه. انا احب اكون انسان ناجح، ما ادري من سنتين ثلاثه وين راح اكون، بس اللي اعرفه اليوم اني قمت اكو فرصه اشتغل على حلمي. ذاتس ات. راح اروح للجيم، راح ارجع للبيت اسبح، اقرا لي 3 صفحات من كتاب معين اللي راح احسه هو راح يساعدني اوصل المكان اللي اريده، اشوف لي فيلم، خلاص ماكو شيء عندي بعد. اروح للشغل، ارجع من الشغل اروح مره ثانيه للجيم. هي ما اعرف شنو راح يصير باكر، يمكن باكر ما اقوم. ليش افكر واتعب نفسي؟ ما يعني انت، يعني انا راح اكون دا اصرف طاقتي زياده. انا مريت بهاي الشغله، من تصرف طاقه اكثر من يعني المفروض انت راح تتعب هوايه، لان عقلك راح يتعب وجسمك راح يتعب. انا حاليا اول ما قمت اليوم يومي، صورت فيديو دا اصور اياتني، راح ارجع للبيت اسبح، اروح للجيم، ارجع مره ثانيه اسبح، واطلع ويا اصدقائي نروح نفطر شويه ونرجع للبيت وننام، لان اليوم سبت ما عندنا شغل باكر. وهاي الحياه شباب. حاولوا تونسون نفسكم، حاول تشتغل على نفسك، دائما اشتغل على حلمك. لا تكون شخص بدون حلم. حتى لو ما عندك حلم حاول تشوف نفسك انت شنو حلمك، حاول تشوف انت شنو غايتك من هالحياه. الله خلقك عندك غايه يعني موجوده بيك. ماكو اي شخص بينا حاليا، ماكو اي شخص ناجح بالحياه نجح صدفه. ماكو اي شخص ناجح صدفه. كلتهم مشتغلين على نفسهم، مضحين هوايه شغلات، مضحين بوقتهم، شغلات يحبوها، مضحين بالبنات. يعني هسه اكو شخص مثلا عنده الطموح هو لاعب كره قدم، بس هو يركض ورا البنات راح يدمروه، هو راح يصير انسان فاشل. يعني لاعب كره قدم فاشل، لان هو ما دا يركز بالطوبه بعقله، دا يركز بالبنات بعقله، بس هو جسمه لاعب طوبه. فهمت شلون؟ لازم تضحي بهوايه شغلات عم تنجح، وانا دا احاول اسوي هاي الشغله.
اني دا احاول اضحي بسوشيال ميديا، اني ماسح كل سوشيال ميديا، ما عندي اي سوشيال ميديا بحسابي. بقدر اشوفكم اياهم حاليا. السوشيال ميديا الوحيده اللي عندي اياها هي انستغرام، لا ماسنجر، لان امي تخابرني عن ماسنجر دائما. هاي السوشيال ميديا مالتي، ما ادري راح تشوفون ولا لا، اللي هي ماسنجر، واتساب، جوجل، يوتيوب ستوديو، ايميل، شات جي بي تي. الشات جي بي تي تساعدني بالشغل، اسوي ايميلات وطريقه حكي تكون احلى، يعني احلى ومرتبه وبروفيشنال، يعني رسميه اكثر، لان انا ما اعرف اكتب رسميه هوايه بالانجليزي، وهنا كل شيء يطور انجليزي، كل شيء يطلب انجليزي قصدي. شباب ادري حكيت هواي اني اليوم، هذا اول فيديو تحملوني، حبيت اشرح عن نفسي وعن افكاري، واني هذا محتواي احب اطور من نفسي واحب اكون انسان ناجح. اذا انت تحب هيك انواع فيديوهات لا تنسى هذا الكيس مال الكاميرا، حاط بيه مايكروفون على مود لا يضيع من ايدي. اذا انت تحب هيك انواع من الفيديوهات لا تنسى تحط لي لايك واشتراك. راح ارجع لكم فيديو جديد بعد 3 ايام، راح احاول انشر فيديوين بالاسبوع، وما راح اعوفكم مثل ما عفتكم لمده 8 سنوات. قبل لا اسد الكاميرا لا تنسى تشتغل على نفسك، تشتغل على احلامك، وتشتغل على طموحاتك. لا حد يقول لك انت ما تقدر، انت تقدر، وما حد اللي وصله مو احسن منك، واللي وصله مو احسن مني. نقدر نوصل ونقدر نحقق شيء نريده. اكو هواي شغلات براسي حاليا بس ما اقدر احققها حاليا، لان يطلب هوايه شغلات وفلوس واستمراريه، وان شاء الله بالمستقبل الفلوس راح تجي. اذا انت تشتغل وعندك عقليه صحيحه فلوس تجي، فلوس مو مشكله، مع طول الصحه موجوده، وشكرا لله. هو الله فقط الوحيد اللي يقدر ياخذ وما حد يعوض. الحمد لله، الف حمد لله وشكر، صحه موجوده، الفلوس تجي والفلوس تروح، مو مهمه. اهم شيء تكون انت صحي، وتكون تدير بالك على عائلتك. هذا بالنسبه إلي هو شيء ما يقدر بثمن. اذا انت اذا انت شفت الفيديو وانت بعدك هنا لا تنسى حط لايك واشتراك. اشوفكم قريبا.